السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. إعلامنا إعلام العار المصري بيصوت وبيصرخ في كل حتة عشان اللي حصل في سوريا، ورابط اللي حصل في سوريا أو في اليمن أو في فلسطين بينا وبسقوط الحاكم بتاعنا. معرفش إيه علاقة سقوط حاكم أو موت حاكم أو تنحيه أو أي سبب من الأسباب. يعني ربنا خد السيسي ده دلوقتي، ولا نزلت عليه قنبله خدته او خدت اجله ان شاء الله وتريحنا منه، ولا عادي انتقلت السلطه منه بشكل سلمي لحد تاني عن طريق الانتخابات؟ ازاي نربط بلد بحالها ونربط جيش ونربط امن بلد بشخص على اساس ان هو يعني المهدي المنتظر، يعني مثلا السيسي ده ولا ايه؟ انا مش فاهمه بالظبط. في سوريا من يقولوا الجيش طلع جيش عره وجيش عيال وطلعوا يجروا، كانوا جيش للحاكم وجريوا مع الحاكم بتاعهم، هرب طلع جبان هربوا معاه. ده ما يعتبرش جيش ويتحسب علينا. مين اللي قاعد بيقاوم؟ وفلسطين ناس غلابه، ما فيش جيش ولا في زفت، حتى السلطه بتاعتهم بتضرب ببالغ، هم تانيين يتعلموا يضربوا في الشعب بتاعهم. ونربط ايه بايه وامن ايه بايه؟ هل احنا عندنا اصلا من القدره العسكريه، ولا لينا اصلا مكانه في المكان اقليمي؟ هل لينا مركز اقليمي ولينا ثقل اقليمي ان احنا نقف قصاد امريكا؟ طبعا امريكا بتضرب في الغلابه اللي وقفوا، الوحيدين اللي وقفوا قصاد اسرائيل بتضرب في اسرائيل بتوع اليمن ولا بتوع الحوثيين، وده ضربت فيهم النهارده امريكا. وده طبعا انا ضد كده طبعا، مش ضد ان انا افتح صدري واعمل نفسي فتوه، وانا مش لازم. المفروض في موازين يا جماعه، في موازين للقوه. ما ينفعش ان افتح صدري واروح اضرب وادمر بلدي برضو وعرضها للخطر زي ما عملت سوريا كده. الناس عارفين قدرهم ايه، طالعين من حرب ومنهكين لهم 14 سنه، قالوا هنبني بلدنا الاول، مش هندخل في حتى اسرائيل حتى لو دخلت عندنا، مش وقت. ما اضحكش على نفسي، ما اضحكش على نفسي. ربنا سبحانه وتعالى جانا في القران: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ورباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. ما افتحش صدري واعمل نفسي ان انا فتوه في المنطقه لكن عشان يطلعوا شويه مرتزقه مصري الاعلام المصري ومين يصوتوا في كل حته. هو في ايه بالظبط يعني؟ انت تفرضوا علينا واحد بالعافيه وطالعين لي ما اعرفش عاملين ايه؟ طب قولوا ورايا يا شعب مصري، يلا انا مواطن مصري وشريف وبحب بلدي وبحب جيشي وبكره السيسي، مش عايز السيسي. يلا يا سيدي هاشتاج قصاد الهاشتاج. وقلنا مليون مره مش كل ال 120 مليون بيحبوه، مش كل ال 120 مليون بيكرهوه، في مؤيد وفي معارض. يبقى ما تجرفناش كل شويه والتانيه بقى. انت عايزين يعني دواء مر عايزين تشربونا بالعافيه يعني؟ واحد فشل ذريع على مستوى العالم كله وفشل واضح. مستنيين ايه تاني؟ عايز ناقص ايه تاني؟ خلاص البلد هتسلمت على طبق من ورد كده وقت لاسرائيل. عايز ايه تاني؟ هيكمل ايه تاني؟ هيموت فينا ايه تاني؟ ولا يدمر فينا ايه تاني؟ ايه اللي ناقص في البلد تاني يسلم؟ الجيش بتاعنا قاعد معرفش الجيش ضعيف ولا حكايته ايه. جيش ضعيف مستسلم، مستني ايه الجيش بتاعنا؟ انا مش عارفه. لا كان ليه اي موقف من اسرائيل، ولا ليه اي موقف من اي دوله غربيه تهاجمنا، ولا ليه اي موقف حتى بكلمتين يطلع يقولهم، ولا قادر حتى يشيل الحاكم الظالم. يبقى مستنيين ايه؟ خلاص مفيش وطنيه. الناس ما عندهاش اي وطنيه دلوقتي، الناس عندها السلام تسلم بلدها ببلاش، مش بفلوس كمان، مش خيانه، دي خيانه ببلاش. خلينا كده بقى قاعدين نتفرج بس، ما تجرفوناش بقى، مش كل شويه تاني سيسي. وفي ايه؟ وهو ملك منزل السيسي ده؟ قاعدوا برضه دوشنا برضه القضاء الشامخ، ما لا تعدل على احكام القضاء. ليه؟ هو القضاء ده ايه؟ بشر بيخطئ ويصيب. ما في قضاة مرتشين وسمعنا عن حالات كتير، وفي قضاة اعوذ بالله بتوع ستات، وفي قضاة مجرمين، وشفنا اللي قتل مراته قبل كده. انسان عادي، والرئيس شخص عادي برضه، يروح ويجي الف غيره برضه، والبلد تعيش ويعيش الجيش. لكن اسلم بلد بحالها واربط امن قومي بتاع بلد وبتاع جيش بشخص؟ يعني ايه؟ قلت البردين اللي طلعوا يقولوا احنا بنحبه واحنا بنحب بلد. طب ما تحب بلدك براحتك، لكن ايه شخص وتحب براحتك الشخص، لكن ما تفرضوش عليا يا سيدي. انا شايف البلد خربانه، هتخرب ايه اكتر من كده عشان يحبوا؟ يا حتى ده حتى عيبه حتى في حقوق يطلعوا بتقولوا بنحبه. حتى المثل قال لك ان عشقت عشان قمر وسرقت تسرق جمل. ده كان احب ايه وعلى ايه؟ لا كاريزما، ده شايفين عيل، يعتبر عيل اللي هو احمد الشرعي ده ابو 43 سنه ده، وليه كاريزما ما شاء الله عليه، شكله مولود قائد كده من بطن امه. عرف يحارب كل دول العالم بيلهسوا عشان يقابلوه ويعملوا معاه معاهدات ويعملوا معاه لقاءات. واحنا ايه؟ لو طالعين لي الاعلاميين اللي يقول لك ما اعرفش احمد الشرعي لو كلموا ترامب في التليفون يخلي لك ده، لا يا سيدي الرئيس بتاعك العره انت، لو كلموا ترامب في التليفون هيعملها على نفسه زي البيبيهات. ادي الرئيس بتاعك.
الدول العربيه اللي يعتبروا ضعاف بالنسبه للدول الغربيه بيقعد جنبهم زي الست المستحيه، بيحط ايديه في وسط رجله ويحط له وشه في الارض زي المراه المستحيه. طبعا مالوش عين، طبعا مديون طبعا وشاحت علينا. زي ما كان بيطلع خير رمضان العره التاني اللي يقول شايفين البطاطين، بطاطين بوشين، بطاطين يا معفنين يا جعانين، المستنيين من الكويت ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وعرجونا وسط الدول كلها. بطاطين ايه المستنيينها؟ والله الواحد بيجي له، والله العظيم بيجي له اكتئاب. انا دي كام يوم في اكتئاب لما بشوف المناظر العرة بتاعت العالميين دول مصرين يتكلموا اشكال وسخه كلها بتاكل على كل المواد. ومصطفى بكر المعفن المصاب ده التاني ده برضه ملوش 60 لازمه. يعني هي الناس دي نظامها ايه بالظبط؟ والله ما مش عارفه، والله مش عارفه. لا طالعين يقول لك بنروح شوف يعني بص كان في مثلا زمان يقول لك هي فرخه رماديه اللي فيكي بتجيبي فيا. قال احمد الشرع قال والقاده قال دي ميليشيات عسكريه واحتلت سوريا، وبصوا بيعملوا ايه في العالم. ده ضغط شعبي ومطلب شعبي عند السوريين. قال مش هنسيب دم عيالنا، وعندهم حق مليون واحد مقتولين وما اعرفش وكم واحد تانيين مش عارفين مكانهم لغايه دلوقتي. الله من كانوا ميتين ولا تحت السجون زي ما كانوا بيقولوا. مطلب شعبي من السوريين، من الناس ما قالوش هنعدم في ميدان عام، دي قالوا هنحكمهم محاكمات عادله مش زي اللي عندكم يا حراميه يا كلاب يا اولاد الكلاب اللي بتاخدوا الناس تذبحوها عين عينك وبتخفوها. الكام الف شاب اللي في مصر اللي مات واللي اتسجن واللي مش معروف مكانه لغايه دلوقتي، بيجددوا حبس الستات والشباب والاطفال تخلص المده بتاعتهم. يعني من عجائب القدر يحكموه بنفس التهمه ونفس القضيه للمره الثانيه. فجر ما فيه بعد فجر، وبيلزقوا الوساخه بتاعتهم في البلاد الثانيه النظيفه الانضف منهم. يقول ده يحكموا الاعداميين. اعداميين اشكال وسخه شبه كله دمرت البلد وبتلعب في مخ الناس وفي عقول الناس الغلابه. انا لما كانوا يعدموه في ميدان عام مش يحكموه محاكمه عادله كمان. هو عدل ربنا كده. من قتل نفسا بغير نفس سببه في قتل ملايين الناس لمجرد اختلافهم في الرأي معاهم في سوريا. يتقتلوا الإعلاميين زيهم زي أي سياسي أو زي أي شرطي أو زي أي قاضي تسبب في قتل إنسان، يتحاكموا الإعلاميين. لا الإعلاميين أكتر وأكتر عشان واكلينها ولع، عشان فلوس. يلا دوروا لكم بقى، بدل بقى ما تهاجموا في الشعب المصري كده وقت بالشكل ده، دوروا لكم على شوفوا هتهربوا على فين. استعدوا انتوا والكلب بتاعكم شوفوا هتهربوا وتستخبوا فين. دوروا لكم على بلد تقويكوا زي ما الكلب بشار سافر كده على روسيا. شوفوا لكم انتوا بلد بقى تكون بقى تقويكوا بقى، تكون شبهكم كده، عره شبهكم. دي شويه عره لو مجرفين. الله يلعنكم دنيا واخره، الله يلعنكم دنيا واخره.